الثانوية العامة، هل الطالب بيحصل على هذه الشهادة ويصل إلى هذا السن يصبح مؤهل بما يكفي لأن يختار وحده المجال الذي يرغب في العمل به، وبالتالي له مطلق الحرية من وجهة نظر علمية تربوية يختار لوحده الكلية اللي هو عايز يخشها؟ هو في جزء ان هو يقدر يختاره لوحده، وفي جزء لازم يستشير فيه. يعني هو بيبني اختياره على الاستشارة. اول حاجة هو لازم هو اللي في الاصل هو اللي يختار. تمام. لان هو مثلا في طالب بتبقى ميوله ان هو بيقدر يحفظ كتير، فهنا بتبقى الكليات النظريه كويسه، فانا هبقى بظلمه لو مثلا ولي الامر لا لازم تدخل كليه عمليه، هو مش هيقدر يدي فيها المطلوب، لانه ممكن يبقى بروفيشنال ومتفوق في المجال النظري. كذلك نفس القصه لو طالب مثلا ميوله ان هو لا يحل واقف على الفهم، يعني بيحب الفهم الحاجات اللي هي العمليه اكتر، او التجارب، او ميوله بحثي شويه. فهنا يبقى هو لو دخلته كلية نظري زي كلية مثلا حقوق أو أي كليات قايمة على المواد النظرية، هو مش هيقدر يحفظ. إعلام، في آثار، اقتصاد، علوم في سياسية. كتير قايمة على الكليات النظرية، فهو مش هيقدر يدي فيها قوي لو دخل حاجة عملية زي ما لو دخل حاجة عملية. فالأول لازم أحدد طريقة تفكير الطالب، هو أساسا بيقدر إيه، بيقدر يحفظ ولا معتمد على الفهم أكتر. دي أول نقطة. النقطة التانية ان انا مثلا ان الطالب بيبقى شايف هو برضو بيحب ايه اكتر. من ناحية مثلا في طالب يحب ان هو بيدرس لغات، بيحب يتعلم اللغات، فده لو دخل كلية فيها مثلا دراسة فيها باللغة الانجليزية او باللغة الفرنسية هيبقى بالنسبة له مفيش مشكلة. لكن لو طالب هو اصلا عنده عقدة شوية من اللغة، فلو دخل حاجة زي كده هيحصل له دروب، هيدخل هيلاقي نفسه مش فاهم حاجة، بالتالي هيأثر على مجال العمل عنده، مش هيقدر يبقى بروفيشنال بعد كده لان هو كاره الموضوع من الاول. تالت حاجه ان هو لازم زي ما قلنا هيبقى في جزء الاستشاره. الاستشاره دي بتنبع من ايه؟ بتنبع مثلا ان هو الاول بيستشير الناس اللي هي دخلت الكليه دي قبله، هو حط عينه على كليه معينه زي مثلا كليه هندسه، فهو بيبدا يستشير المواد اللي هم بياخدوها في كليه هندسه، هل مثلا المواد دي هو حاببها او مش حاببها. بيبدأ يشوف هل المجال بتاعها في سوق العمل بعد كده مطلوب أو مش مطلوب في التخصص بقى اللي هو هيبدأ يتخصص فيه، لأن لازم طبعا عشان أختار كلية لازم أشوف المجال اللي أنا مطلوب في سوق العمل، طبعا بخلاف إن أنا طبعا هنمي المهارات.